شباب، رجعت لكم من جديد فيديو جديد ان شاء الله يعجبكم. طبعا يا شباب بدي اعمل سحب على قناتي، وشكرا انكم وصلتوني 150 مشترك. فان شاء الله اوصل للألف لل100 ألف ان شاء الله. انا حلم كبير وطموح فيكم كبير برضو. فيا شباب يعني بدي اعمل بس اوصل 250 مشترك. بدي اعمل جيف اواي سحب على قرية كلاش اوف كلانس مستوى بيت 10. فان شاء الله اللي بفوز يجي لي على الفيس تاعي وراح اعطيه الجيميل كامل. فطبعا يا شباب اليوم الحلقة راح تكون عن بدي اورجيكم العدة تاعتي، الاغراض اللي انا بجيبهم لما بدي اروح اوديهم على محل الحلاقة. فيعني راح يكون الفيديو قصير. فانا بعرف اني تاخرت عليكم لي 3 ايام مش منزل فيديو. فان شاء الله هذا فيديو، بكرة فيديو، كل يوم ان شاء الله راح اصير انزل لكم فيديو. فهسه بدي اورجيكم العدة. اول اشي من الاغراض هاي الماكينة، ماكينة تخفيف وماكينة تحديد للشعر. فمنيح انا بستخدمها، وكل تقريبا كل الحلاقين بيستخدموها. تاني اشي اهم اشي لفافات للرقبة عشان الشعر ما ينزل على الجسم. طبعا هذا بيجي، وفي بيجي بعديها المريول برضو. التنين بيساعدوا انه ما ينزل شعر على الجسم. طبعا شباب هذا هيك المريول، انا فاتحه عشان كان مصفط هو بس انا فتحته. فهذا يا شباب بيساعد انه برضه ما ينزل الشعر على الجسم. شباب اهم شغلتين بالحلاقة كلها المقص والمشط. يعني اذا انه الواحد ما عنده ماكينة بامكانه يستخدم المقص والمشط، بيطلع شغل منيح. فهي هدول هيك طبعا شباب هاي ماكينة تخفيف لحال منيحة برضه، بس مش زي هاي اللي هناك. اللي هناك بتكون اصلية اكتر. هون برضه هيك مشطين للتخفيف برضه وللتمشيط. نمر للماكينة هاي نمر منيحة برضه عشان درجات الشعر. آخر شغلة معانا شباب هي بخاخ مي عشان القص بالمشط والمقص اللي هناك. فمنيح عشان الشعر برضه. ما نسيت اقول لكم عن فرشاية الدهان هاي. طبعا هاي مش منفضة مش منفضة للشعر. هاي فرشاية دهان زي ما انتم شايفين. طيب مش كلها. طبعا يا شباب ما قلت لكم ايش عن الماكينة اللي شو فيها جوا عشان يكون الفيديو متكامل يعني. طبعا الماكينة هاي هيك اللي قلت لكم عنها. الاول اشي هون للشحن، وهي هون النمر، وهون الشاحن، وهون زيت. طبعا هاي الماكينة. ماكينة جدا نظيفة، يعني اغلبية بيستخدموها يعني. وهي هون العيارات. هون هيك على واحد، هيك على نص، هيك على صفر، هيك تحديد. طبعا هاي زي ما قلت لكم بتحدد وبتخفف، وهي النمر معاها. فبس يا شباب شكرا لكم، يلا مع السلامة. هيك يا شباب الفيديو بكون انتهى لليوم. ان شاء الله يكون عجبكم، وانتوا اطلبوا شو بدكم اعملكم فيديوهات تعجبكم برضو. فان شاء الله انتوا اللي بتدعموني. انا لسه عندي 150 مشترك، فان شاء الله الى الامام يعني، وراح اصير ابدع بفيديوهاتي. واكيد انتوا يعني اللي بتدعموني او ما بتدعموني، فان شاء الله تدعموني. وشكرا لكم. وبرضه أعيدها كمان مرة، شكرا على 150 مشترك اللي قدمتوا لي إياهم. شكرا كتير كتير. يلا مع السلامة.